ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد، فكره جديده تقريبا اول مره اعملها على القناه هنا. هتعمل ايه لو انت مغربي او من اي جنسيه جاي 85 درهم مغربي؟ هتعمل بيهم ايه في مصر؟ سواء قعدت يوم اتنين. انا قبل ما اشوف الفيديو مش عارف بقى هو راح مناطق غاليه مناطق رخيصه، بس 85 درهم او فيما يعادل 10 دولار فطار غدا عشاء اللي هم ممكن اقول لك 3 ايام ومختلف. يعني فطار فول وطعميه، خد لك يا باشا اقول لك 30 40 جنيه سندوتشات. غدا في يوم كشري 50 جنيه، قول كده 100 جنيه مثلا. فطار غدا 10 لانش مش عارف ايه 30 جنيه 130 في اليوم التاني 260، يوم التالت 390، قول 400 جنيه هتقضيك عشان الاكل عندنا. بس ده طبعا لو انت عايز الاكل العادي ما فيهوش مثلا بروتين، ولو ان في اماكن مثلا تعمل سندوتشات مثلا رخيصه بروتين سجق او كبده او لحمه ايا كان او حواوشي رخيص، بس ده عشان ايه يقول لك مش مضمون قوي، ما تعرفش مصادره ايه. بس ما تقلقش مش هيحصل لك حاجه يعني، عشان الاكل عندنا في حاجات رخيصه فممكن تشك في مصادرها ازاي دي لحمه واللحمه غاليه ازاي سندوتش رخيص سندوتشات من كلاب ولا مش عارف ايه. بس لا ما اعتقدش، بس هي مصادر اللحمه المجهوله شويه، ومش في الغالب مش حته اللي هو لا بيجيبوا الكلاب ويعملوها ويقطعوها وكده. اللحمه المستورده تبقى ارخص، عندنا لحمه في مصر غاليه المستورده ارخص، فعشان كده دي سبب من اسباب ان ممكن الحاجات دي تبقى رخيصه. انا اتوقع يعني مش عارف بقى هيروح اماكن غاليه ممكن يصرفها في وجبه في ميل في غديوه كده، هيوفر هيصرفها 3 او ممكن 4 ايام حسب توفيق. فالدنيا في مصر رخيصه، فلو جيت ان شاء الله هتستمتع وهتوفر. بس انت عايز تستمتع اصرف، عايز تخرج وتتفسح وتوفر موجود برضو. كل حاجه يا باشا موجوده في مصر، الفرايتي والتنوع موجود في كل حته في مصر، ومرحب بك في مصر. فاتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ويلا نبدا. بداية سعيد. لتتعرف على ثقافة أي بلد لازم تذوق أكله. ايه بس ايه الدخله دي؟ ايه يا عم انت حسيت ان احنا هنشوف كارثه هتحصل ولا في ايه يا عم؟ انت قلبت علينا المواجع ليه؟ في ايه يا اسطى؟ واحده واحده كده انور. لتتعرف على ثقافة أي بلد لازم تذوق أكله، واليوم سنتذوق أكل مصر ونتعرف على ناسها الطيبين. من أكثر المدن ازدحاما أكل الشوارع من القاهرة. واضح من الفوتج والصور اللي هو جايبها هو رايح اماكن غاليه، فاعتقد في الغالب ممكن يصرفها في يوم ال 85 او 90 درهم مغربي بالكتير هيصرفها في يوم. فانا بقول لك عادي حسب المكان، بس انت ممكن تقضيهم في يوم وممكن تقضيهم في وجبه في طاقه وممكن تقضيهم في 3 ايام. ودابا غادي نمشيو لواحد الموضوع اللي فيها الفطور التقليدي المصري اللي هي قريبه على سوق الخليل. كاين واحد المحل اللي كيبيع الفول والطعميه وداكشي كامل المصري الاصلي. حنا دابا جينا نعملوا فطور تيبيكال يعني مصري 100%. كيلو يعني خمس. هذا هو الفطور يعني المصري الاصلي. ده الفطار المصري الاصلي فعلا، فطار رسمي فول وطعميه. طبعا. عاد صلاة على النبي، صلاة على النبي. عجبك طحينه. هنايا الفول المدمس، يعني الفول المدمس الحقيقي. كاين الفلافل ديالهم هما كيعملوها بالفول، ما كيعملوهاش بالحمص بحال اللي عندنا حنايا. من بعد كاين السلطه، ومن بعد كاين سلطه واحده اخرى اللي فيها بدنجان بصل خز. يعني عندكم في المغرب بتعملوا الطعميه او الفلافل دي بالتشيك بينز اللي هي الحمص؟ لا عايز اجربها، مش عارف بقى تبقى غاليه ولا ايه. عندنا برضو الفلافل او الطعميه بتعمل برضو بالفول بس مطحون بيتطحن بعد تحط في الزيت فتبقى بالشكل ده وطعمها تحفه برضو. هذا ما عرفناش ماشي داخل هذا ما عرفناش هذا بحال المخللات. واكيد الشاي المصري يعني تبدا به النهار ديالك باش تبدا به طوب. دابا غادي نقيسوا الفول المصري الحقيقي ونشوف واش هو هذاك يعني كما كيقولوا عليه ولا والو. فهاد الوجبه هذه تبان يعني ثقيله بزاف انك تبدا بها النهار، ولكن هما هذا هو الفطور ديالهم، يعني الفطور ديالهم يعني اليومي. فاذا بديتي بهذا الفطور هذا صافي انت عندك النهار كامل راك انت كرشك عامره. اول مره غادي ندوق الفول المدمس يعني المصري. نبدع على الفول اللي كناكلو في اوروبا بطريقه مختلفه تاع اللي كنعملو في المغرب وكل. بغيت تاكل الفول المدمس مصري، فحنا بغينا نجيو لهذا المحل هذا شعبي بزاف هنا في وسط المدينه باش نقيسوا هذا الاكل هذا.
فلفل طعميه يعني الفلافل بالفول فهي عندها حط طعم مضاف على الفطور اللي ثقيل بزاف يعني انت اللي ما كنتش مستانس بها. الثمن ديالو هو 20 جنيه بالشاي يعني تقريبا بالدولار دولار ونص ما كاملش يعني. ده ايام ما الدولار كان ب15، دلوقتي الدولار في مصر يوصل 50 دولار ونص. هقول لك حاجه يعني بالسعر دلوقتي الدولار 50، الطلب دول ب40 والكوبايه الشاي 50، لا بدولار دلوقتي ممكن دولار، عشان هو ممكن في شارع المعز اعتقد غاليه سنه، بس ده في اي مكان تاني دولار مش دولار ونص، لان نص دولار دلوقتي في مصر ب25 جنيه. فلوس طبعا كتير. ليتس جو. احنا مصريين واخواتنا المغربيين بنسلم عليهم يا. وتحية المصريين. طب خلاص بس وعايز تروح المغرب ولا لا؟ لا عاوز اروح طب ان شاء الله نشوفك المغرب. ان شاء الله، وعاوز اشوف اكل المغرب زي ما كنت بتصوره كده. اوكي. اكل المغرب بقى فول وطعميه ولا لانش لا احنا عندنا كسكس، عندنا حريره. فانا بغيت ناكل كشري وقال لي احسن كشري انك جيت تاكله هو هنا في باب شعريه عند الكشري امور. فانا بغيت ندوق. ده انت باب شعريه انت جنبي، بس دي منطقه بقى فاهم زحمه جنب العتبه دي بقى. بص مليون مصري في محيط يعني حاجه صغيره خالص. العتبه دي بقى بس عشان هي تبقى رخيصه، العتبه سواء بقى رخيصه بقى بتجيب منها لبس بضاعه، وانت صاحب محل مثلا بتجيب الحاجات اللي بتبيعها من هناك، فيها مخازن، فيها اساس وموبيليا الاساس بتاع البيت هناك، كل حاجه هناك وتبقى بطريقه ارخص، عشان كده بتستقطب اكبر عدد. هذه الاكله هذه اللي كنسمعوا عليها غير في الافلام وفي المسلسلات يعني الحاجات المصريه. غادي ناكلوا الكشري. اجوا معايا. كشري عبارة عن رز، نعم. مكرونة، نعم. عدس، تقلية، حمص. ده الكشري. اوكي. تحطوا عليه صوص ولا؟ الصلصة لوحديها. اوكي. الصوص ده صلصة لوحديها، والشطة والدقة لوحديها، كل حاجة لوحديها، إضافات كلها لوحديها. احنا جينا اول مره غادي ندوق الكشري في حياتي، فهو عباره على رز مع عدس مع حمص يعني في ميكس، يعني كيقولوا عليها اكله فيها ميكس يعني بين ايطالي الهندي والمصري. يعني اول مره غادي ندوق هذه الاكله هذه بين مع حمص يعني في ميكس، يعني كيقولوا عليها اكله فيها ميكس يعني بين ايطالي الهندي والمصري. يعني اول مره غادي ندوق هذه الاكله هذه. ايه ايطالي وهندي ومصري ده؟ ما فهمتش. هو الكشري اصله هندي بس كان ابسط من كده، مصر بقى جت زودت كل الحاجات بقى الزياده اللي انت شايفها دي. يا جدع ما تاكلوش من انت ده ايه ده يا عم؟ حط عليه الصوصات دي لازمتها ايه يا ابني؟ الصلصه والدقه حد يقول له يا جدعان يقلب ويحط الصلصه. انت اكيد تجربتك للكشري ما كانتش احسن حاجه. تسال او اللي قدامك كان يقول لك حمص، رز، شعريه، باستا والعدس. فملي كتاكلها فانت كتحضر لانك كتاكل كل شيء. كان هذه الاكله هذه عجبتني بزاف، هذا الكشري هذا. فكما كتشوفوا انا كملت الصحن كله. تسلم يا عم. والثمن ديال هذه الاكله هذه 20 جنيه، يعني 20 جنيه تقريبا $1 $1 صفراق. هذا هو الشيف ديالنا، هذا هو اللي كيعد احسن كشري في مصر. مرحبا بكم. اهلا وسهلا. دلوقتي الطبق ده ممكن يجي له $1 برضه له 50 جنيه دلوقتي. في تضخم، في تضخم اسعار بنت لذينه للاسف في مصر الفتره الاخيره. اهلا وسهلا. ودابا جينا غادي نشربوا واحد العصير من العصائر. في عصائر عندك عصائر مصريه يعني مصريه. تمر، صوبيا، دوم، عناب، خروب، مانجا. احنا عايزين كركديه. احنا جينا هنايا باش غادي نشربوا العصير المصري اللي كتسمعوا عليه غير في افلام ومسلسلات، الكركديه. طب الكركديه عباره عن ايه؟ نبات حاجه كده. ايه؟ نبات بيتزرع، اعشاب. اعشاب. بس اعشاب ايه؟ الكركديه هو عباره على عصير محل عصير القرنفل. شنو كتزيدوا فيه؟ شو بتزيدوا فيه؟ سكر بس. اذا هو عباره على عصير قرنفل، سكر والماء. ودابا غادي ندوق الحبيب. اذا اول مره غادي ندوق العصير المصري. كتسمع غير يا باشا اعطيني واحد كركديه.
هو مثل عصير العنب. انا كندق فيه واحد العصير، كندق فيه واحد النكهه ديال العنب ديال يعني في واحد مذاق عنب، واحد مذاق ديال قرنفل بحال هذا هو. فهو يعني نقدروا نقولوا عليه عصير عنب مع قرنفل. لا مختلف خالص. الكركديه هي نبتة مش عارف اسمها ايه، لو ليها اسم زي ما الراجل مش عارف برضه، بس هي نبتة كده بتتجاب تحط في ميه تتغلي بحيث تطلع بقى اللون والطعم وكل حاجه من النبته دي، تتصفى يتساب اسمه ايه العصير لغايه لما يبرد وتقدم بقى. ده بيتسمى كركديه وعناب، بس كركديه تقريبا ساقع وعناب سخن حاجه زي كده، اما العكس والله عشان انا بتلخبط بالاثنين، بس هما الاثنين نفس الحاجه مع مي وسكر. نعم والله انا بالشعريه تحت، انا مش عارف بس انا مصري دابا بالشعريه تحت. ف العصير الكركديه هو 5 جنيه، 5 جنيه بالدولار يعني تقريبا 20 سنتيم ولا 2 دراهم مغربيه ولا 3 دراهم مغربيه ماكسيموم. فكما نقول لكم يعني مصر واحد البلد اللي هي تقدر تجي لها وتاكل فيها وتشرب فيها بواحد الاسعار يعني منخفضه كثير. مصر فيها خير يا جدعان، والله خير يا جدع. بس تيجي برضه ما تقلقش، حاجات غليت بس الدولار غلي، فما تقلقش، هي نفس القيمه لو حتى جيت ما تقلقش. مثلا انت مثلا طبق الكشري اللي هو راح اكله في المطعم الطلب ده قال لك $1، $1 ساعتها كان ب15 او ب20، قال لك ب20 جنيه. فدلوقتي دولار الطلب ده دلوقتي ممكن 50 او 60 جنيه، فاللي هو دفع مثلا دولار 10 سنت هتدفع برضه $1 و10 سنت. هي زي ما الاسعار غليت الدولار، ما دام انت مع الدولار فالدنيا امان بالنسبه لك. هي نفس الكميه بتختلف بس هي نفس القيمه، لان انت بتحكمك الدولار. ودابا جينا لواحد المنطقه شعبيه هنا في مصر ولا في القاهره، فيها 100% شعبيه اللي هي منطقه السيده زينب، وغادي ناكلوا واحد الاكله يعني شعبيه. فانا بغيت نجي هنا وندوق ونجرب الكوارع وداك الاكل المصري الديب، يعني الاكل المصري اللي يعني من الداخل. هنا جينا واحد المطعم اسمه مطعم البحه، طلبنا بحه ده مشهور، والكوارع دي بقى ديل العجول او رجول العجول، والله انا عشان انا بتلخبط العكاوي ولا لا، العكاوي هي الديل والكوارع دي هي الرجول بقى بتاعت العجول والبقر والحاجات دي. طعمها برضو حلو مع الممبار مع الكبده. لا اكله بص، وبحه ده مشهور، اكله بص مدهنينه كده بس تخليك كده قوي يا اخي. يعني الاكلات دي بيحتاجوها اكتر وشوربه الكوارع بيقول لك يحتاجوها اكتر لو انت متجوز ولا حاجه، تديك قوه كده يعني. مش عارف دي صحيه ولا لا، بس انا لسه ما جربتش، عايزين نجرب والله. المنبر عباره على بحال المصران معمر بالحشوه ديالها بحال الرز بحال هيدا، وكاين طلبنا كوارع بفته، يعني كيطلبوا كوارع بالفته ديالها والرز، يعني كيحطوا لك هيداك، وشوربه كوارع يعني هي الكرعين بالمغربيه بالشوربه. هاد الاكله اللي كيبان شويه يعني بحال كيفكرني في الاجواء ديال العيد الكبير، لان هادشي اللي كان حنا كناكلوا اكثر في العيد الكبير. ويا غندوقوا اول حاجه هي المنبر ناري. هادشي هذا تكون قلبك قاصح باش تاكل هادشي هذا. حلو يعني مصارن معمرين بالارز بحال هذا مصارن، بحال المذاق ديال العيد الكبير. هنا نقيسوا فتة كوارع بالرز، خصك تعمر المعلقه ديالك باش تبان يعني بحال هيدا رز مع الكوارع ومع الصوص ديالها. كتذوق هذاك الفليفر ولا هذاك المذاق ديال العيد الكبير. شوف هذه الكبر، شوف كوارع مع صوص ورز. وهذه كما كتشوف فهي شوربه كوارع يعني بدون عظم، يعني غير الشوربه والكوارع. مريحينك ولا من غير العظم دي؟ انت بتقعد تضرب في الرجل لغايه لما تطلع زي نخاع كده، ده برضه بقول لك مفيد وحاجات زي كده يعني. في ناس ممكن تقرف من الاكله، بس عن نفسي يعني ايه عاديه بالنسبه لي، لا بحبها او ولا بكرهها او ساعات يعني ساعات هاكلها ساعات كده لا. بس الكرشه والفشه الحاجات دي ما بحبش اكلها خالص وبعرف اكلها يعني. ادي الممبار من احسن الادوات اللي ممكن تعمرها او تحشيها رز، احنا بنقول نحشيها انت تقول تعمرها. فالممبار ده تحفه حكايه، وسبحان الله لما كانوا فين وبيحتوي على ايه اما كان في العجل، بس سبحان الله يعني. المنبر
احنا ايضا طلبنا واحد صحن مشكل بهالطريقه هذه اللي فيه الكبده، فيه القلب، فيه المنبر، فيه الكفته، يعني كل شيء، كل اللحوم ولا كل يعني الانواع ديال اللحوم اللي كناكلوها في العيد الكبير حنايا في المغرب نلقاوهم في الصحن هذا وندوقوا شي. هذه ما عرفتش شنو هذه وقتها، شنو هادشي؟ هذا هو القلب ناري. في الاردن كليت العين وهنا غادي ناكل القلب. نمشي كمان نختار المنبر اللي بغيت تاكل في مصر، كل المنبر وكل المشكل، كوارع نص نص. دابا انا جيت هنا باش غادي ناكل واحد ديزرت فيري بوبولار هنا اللي هي سميتها القنبله، وقالوا لي بلي ان احسن مكان كيعملوا فيها هو هذا المكان هذا اللي هو سميتو الكرنك هنايا في شارع الناصره وشارع المنصوره هنايا في السيده زينب. فيها رز وكنافه وبسبوسه وتفاح وموز ده يا صديقي القنبله دي قبل بلبن، اكيد بلبن وصل كل انحاء الوطن العربي وحتى بدا في اوروبا. الافتكاسه بتاعت بلبن ما هي طعمها حلو وبتاع، دي القنبله دي بقى اللي هو يعني اقصى حاجه كانوا وصلوا لها من الابتكار، يعني فاهم. كان احنا عندنا طبعا بسبوسه لوحدها وكنافه لوحدها، القنبله دي بقى خلوها بسبوسه وكنافه ومش عارف فاكهه ومانجا وايس كريم. بلبن بقى نقل الميكسات دي والامزاج دي كلها في حته تانية خالص. فراوله ومانجا وقشطه، يعني كل شيء 8 اصناف كل ده فيها. طب ليه هم ليه سموها هنا قنبله؟ سميناها قنبله عشان قنبلة شديده، يعني عشان شديده يعني تاكلها ممكن تفرقع. سمعت انه هنا احسن قنبله في القاهره في المحل ده. هو ده. طب انتوا بتحطوا فيها اصل قنبله بيحطوا فيها حب ومحبه كده وجوده وكده، فتطلع الجوده زي ما انت شايف كده، واديك شايف الاجبار عامل ازاي. انا شفت من الحين مش لازم اشوف الاجبار، انا اول ما شفتك اقتنعت ان هو الاكل حلو يعني كده وجوده. طب ما شاء الله خدك هتفرقع. احنا هنا في السيده زينب شارع محمد فريد مشهور بكل حاجه حلوه والله. والله اسكان الاكل اسكان الحلويات. طب انت ايه اللي بتحبه هنا يعني؟ انا باكل هنا على طول كنافه بمانجا ورز بلبن، وصاحبي بيحب رز ما بلبن. بتاكلش قنبله؟ انا بجاي على باكل قنبله بس ما بقتش استحملها، كبرت. ليه؟ هي فيها حاجات كتير، فيها رز بلبن وكنافه وكده، عايزه بس صحتهم جامده زي عم سيد كده. بصراحه طعمها هنا حلو قوي والله. يعني تقول عليها هذه هي احسن قنبله في القاهره؟ في القاهره، يعني جاي لها مخصوص من المعادي لحد هنا. ودابا غادي ندوقوا. دابا جيت هنايا مع عبد الصمد. يا لهوي على اللحظه دي. نهايه غير متوقعه بالمره. ده ايه ده يا عم؟ ها النور دابا رجع، ودا مع عبد الصمد واحمد وسيف. غادي اول مره في حياتي غادي ندوق هذا الديزرت هذا ولا الحلا هذا اللي هو القنبله، اللي فيه كل الحاجات اللي ما خصكش تاكلها في الليل فيها. يا لهوي. اوه واو. من 1 ل 10 كم؟ 10 من 10. 10 من 10 يا ماشي. يا ابن اللعيبه. وزقفقوا عليه حبيبي هلا. اتقدر يتقدر. تعالى جده كان فرشه. وحدادا بكملنا الفيديو ديال الاكل ديال الشوارع في مصر، فكان واحد اليوم يعني فيري انتنس. ما تنساوش لايك وسبسكرايب في القناه مصر، ايضا تابعوني في الانستغرام، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. انت اكلت كل الاكل ده ومش متجوز يا اخي؟ ده انا تعبت لك تقول لو عايز تاكل قنبله بالليل، انت كمان عايز تاكل قنبله بالليل وانت مش متجوز اتمنى نكون انبسطت يا انور. اعتقد ال$10 لسه متبقي فيها، مع انك صرفت وبعزقت ورحت هنا ورحت هنا ورحت هنا. فلو انت عايز تعمل زي انور كده هتصرف يا باشا وتستمتع. عايز تعملها زي ما انا بقول لك توفر، عايز تعملها تصرفها كلها ممكن في مكان في وجبه واحده، ومش اللي هي الفخمه قوي، لا اللي هي برضو العاديه، مثلا وجبه واحده ب$10 ممكن تخلصها. فشوف بقى انت عايز ايه وقول لي، ابعت لي على الانستجرام لو انت مثلا جاي مصر بتاع عايز كام نصيحه ولا حاجه. بس كده. فشوفنا مقارنه مثلا واحد مغربي صرف $10 او يكاد يكون $90 عملوا ايه في مصر، اتبسط وبرطع وظبط الدنيا كلها. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا في التعليقات تحت، وانتظروا الفيديو القادم.